قلت لهم عامر، قال لك حنا ما لقيناش اللي يسرح لنا الغنم في ولاد سعيد وفي الشاويه وفي رحامنا وصراغنا، قال لك ما لقيناش اللي يسرح الغلام واللي هذاك. قلت له وانتم ما لقيتوش تحصلوا؟ الناس قلت لي في الفيسبوك وفي اليوتيوب موجودين وفي الانستغرام وداك الشيء، الناس موجودين. قلت لي عاد دخل الفيسبوك وخذ راه 5 ولا 6 ما عندهم ما يديروا نهار كامل وما يسبوك. يسرحوا الماعز يسرحوا الغلم، هذو انا اش ما يسرحوش الماعز والغلم شنو عوض ما يبقاو يسبوه. الفساد ينخر الدوله من الكرسي ديال محمد السادس وانت هابط. ما يجيش شي واحد يقول لي حقا والملك راه انسان مزيان واللي دايرين به فاسدين، كلشي فاسد. حنا كنأكدوا على اننا نؤمن بالثوابت الوطنيه اللي هي الله الوطن الملك وعاش الملك. الملكيه خصها تاخذ بوزيسيون، الا كانت حتى مصلحه حتى هي طير، حيد عليا الزبل. تحدي ما عمرو كان عندها مشكل مع المؤسسه الملكيه، ورجعوا الفيديو ديالنا كان ما عمرو سبينا الملكيه ولا الملك، ما عمرو طيحنا من القيمه ديالو. عندنا ملكيه غبيه في المغرب. مالك على هذه الاضطرابات النفسيه الخارجه عن الاراده؟ تحدي ما عمرو كان عندها مشكل مع المؤسسه الملكيه، ورجعوا الفيديو ديالنا كان ما عمرو سبينا الملكيه ولا الملك. نظام ديوتي كيقول لك امير المؤمنين، منين امير المؤمنين؟ شي واحد فيكم شاف السيمو؟ محمد السادس خرج غريندايزر المفقود مره اخرى ليوزع القفه الرمضانيه، ولكن هذا السيد هذا الله يطول في عمره يبقى رمز الوحده ديالنا. يجيب لي راسي بعض المرات الشباب ان راه الملك غير شي روبو واقيلا صوبوه في لاشين بقى دوه كيجي كيجلس تما ديك شويه، ورمز المغاربه كاملين كما الثوابت الله ديال كل شيء. راه عندنا الحق فاش كنقولوا في المغرب كاين كارتيل ما كاينش دوله. هاد الثلاثه هادو هما الكارتيل الذي يحكم المغرب. حنا كنأكدوا على اننا نؤمن بالثوابت الوطنيه اللي هي الله الوطن الملك وعاش الملك. هذا الكتاب هذا اللي هو بريداتور اللي هو الملك المفترس، وعاش الملك وعاش الملك 3 المرات. كلكم ولد العاهرات وما كاينش فيكم واحد راجل وما كاينش فيكم واحد ولد المراه وولد الراجل، كلكم ملقطين وكلكم ولاد لي كارد. هذا البوبوس هذا والله الذي لا رب سواه الا كيزرع الرعب في قلوب المفسدين. فين غادي؟ فين هو غادي؟ اسمع انتم ولد الحباب في المغرب ما كيقدر يجبد عليهم. علاش كيتعلموا راجل خليني نتخرق هاد الهضره ما قلتش بالحباب وتخرجها نخلي دار ربي خلي دار الحكومه ما تفكرهاش في المغرب. انا كنقول لك انا وعدك الرجل ديالك انا كنقول لك انا اسمع تركيتنا في البلاد شنو طلب الناس الراجل الراجل دول وتخرج هاد الهضره والله خيست منك انت خاطر عليك تخرج هاد الهضره. لا ما نخرجهاش. واد علي الهمه ورود القحبه، واد علي الهمه ورود القحبه. والله العظيم الا تفرشتي. السياسيين شتيم والشي غابر وانت دير جناح، وليتي باغي دير دوله داخل الدوله، وليتي اخترقتي الفرقه الوطنيه، اخترقتي القضاء، اخترقتي وزاره العدل، درتي كلشي في جهتك. شنو ياك ما كتكون شي حاجه جديده؟ ما الخدمه ديال الله جات باينه وعارفه اش كدير. الخدمه ديال الله جات باينه وعارفه اش كدير. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. انت شفار من الدرجه الاولى، ان كاع المفسدين ديال بني ملال كيبيعوا يشريوا معاك ويخربقوا معاك، وماشي غير بني ملال، المغرب كامل المعلم. جمعتي ثروه ودرتي العجب وقلتي للمفسدين ديال المغرب ما كتعرفوش انا هو المعلم فيكم. رحبوا معنا بالسي هشام باعلي. هذا السيد هذا عنده منصب ديال مراقب عام في الفرقه الوطنيه BMPG. سولنا عليك السي هشام وقالوا لنا راجل مزيان، انسان كيدير خدمته، انسان كيغيز، انسان نزيه. واش هذا الاخ زنزان؟ هذا فهمتي ياه يلا سوق. السي حسن جابر قالوا لي درتي فلوس كحله انت والحويني من ايامات المحكمه ديال عين الشق الحي الحسني، وبذلك اصبحتم انتم الغلاظ في ديك المحكمه هذيك وكتحكموا كما بغيتوا. رديتوها ماشي زريبه، رديتوها بحال شي سونتر داشا البيع والشراء. وعلى هذا الانسان هذا سميتو حسن جابر، هو رئيس المحكمه الزجريه بعين السبع. هذا السيد هذا على ما يبدو كان حتى هو مسؤول في المجلس الاعلى للقضاء. فما عرفتش انا علاش ما كتخليوش الناس بحال هادو، حيت كيعاودوا عليه انسان سوي
انسان نزيه، انسان كيدير خدمته، انسان كيخاف الله. اللي سولتو عليه كيقول الله عمرها دار هذا الانسان هذا كيدير خدمته وسالينا. سميتو يا سيدي عادل مدرهم دراكي، يعني جدارمي. هذا هو اللي كان متورط في القضيه ديال التجاره الدوليه في المخدرات مع داك حمدون اللي كانوا صيفطوا ب 10 سنين. داخل في عده قضايا مشبوهه ومصيفط لك عباد الله عجهد للحبس. فاش كتكون انسان نزيه كتلقى ديما مشاكل في الخدمه وكيحاولوا ما يمكن يطيحوك في بزاف ديال المشاكل. رحبوا معنا بعادل مدرهم، هذا شاب دركي ادجيدون ديال الجدارميه في الفصيل القضائي ديال الدرك الملكي بالجديده، متزوج، اب 3 ديال الاطفال، كيعودوا عليه انسان مرضي الوالدين. كان ليه الفضل في تفكيك بزاف ديال الجرائم ديال القتل، منهم اخر جريمه ديال المراه اللي مات متفحمه، وبانت باللي هذا الانسان هذا خدام خدمته الله يجازيه بخير وكنشكروه جزيل الشكر. يا سيدي واش انت واكل شي حاجه من غير الدقيق؟ قريبا السي اوجار انت غادي تولي بحالك بحال وهبي، كتخرج شي خرجات بهلوانيه اللي كتطلع بها من السيزيام ايطاج وما كتعرفش راسك فين غادي تطيح. السي اوجار مرحبا بك في تحدي. زعما اول مره حزب التجمع الوطني الاحرار كيخرج شي واحد اللي كيعرف يهضر. والله العظيم الا المفروض انت يحطوك بلاصه داك المعلم الناطق الرسمي بالاسم الحكومه، لان انت على الاقل كتعرف تهضر. ما درتوه في الاوديو ديال الدكتور مصطفى عزيز، بقينا كنضحكوا عليكم، فرشناكم غادي نفرشوكم. شي واحد يقدر يفهمني شي حاجه يفهمني، لان الدكتور عزيز كنعيط له شحال من مره ما كيجاوبنيش. ماذا أقول وأي شيء يقال، وأي شيء يقال بعد كل ما قيل. اسمع قال لك سيدي المسيره الخضراء بطولات والحسن الثاني ودار وحرر الصحراء بالمسيره الخضراء سلميه، وثانيا شمن حريه علاش كنهضروا، شمن تحرير علاش كنهضروا، لان المجال الجوي ديال الصحراء كتحكم فيه اسبانيا. نعم يا ساده، المغرب ليس سيدا على اراضيه. الطياره المغربيه بغات تطلع في السماء ديال الصحراء كيخصها تاخذ الاذن من اسبانيا. بغيت نقول لكم بلي هاد الناس هادو حروا بلادهم من المستعمر، وما طلبوش من شي دوله جاره تجي تعاونهم باش يحروا بلادهم. 350 الف مغربي داروا مسيره خضراء ومشاو حروا بلادهم وطردوا المستعمر الاسباني، بغيتوا ولا كرهتوا. وهذه يسجلها التاريخ، وهذه المسيره هذه تكلمت عنها جميع بقاع الارض، لان كانت مسيره سلميه بالقران، واستطاعوا المغاربه انهم يسجلوا اسمهم في التاريخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا اخوان في الامن الوطني، شنو زعما ما هادوك الناس اللي حاطين تما شنو غير ديكور، ولا كيعاودوا عليهم تبارك الله قدهم قداش، وكيجيو تما غير يديروا بيرمانونس ويجلسوا والمخدرات كتباع حداهم. يا ودي شنو نقول لكم، تحياتي للشرطه المغربيه الشريفه. نقول لكم باللي السيد ديال الرانج روفر ديال شقق الدعاره راه طاروا به. الاخوان شنو القصه ديال هذا الرموك هذا اللي تشد نهار الخميس مع 5 ديال العشيه في الدخله ديال سيدي قاسم، داز على البراجات ديال الجدارميه كاملين تنيه هانيه حتى شدوه البراج ديال البولي. وعلاش ما هضرتوش عليه؟ يعني ما شفناه في الاخبار، ما قلتوا راه تشد ما حتى حاجه. نورمالمون الصحافه المغربيه كلها تعرف، والصحافه المغربيه كلها تهضر على هذا. أسفرت عملية نوعية بشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. أسفرت أمس عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن 25 طن و45 كيلوغرام من مخدر الشيرة، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع. الجنرال العالمي المفتش ديال البحريه الملكيه، تحياتي عاليه لك من هذا المنبر ديال التحدي على العمل الجبار اللي كتقوم به الدول. الله يفرج عليك يا ولدي، الله يحفظك يا ولدي، تديري بالوالدين مازال ربي ما يخيبكش اي الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، الله يعاونك يا ولدي، لا ديري غير خير يا ولدي، ما درتي بوعيب، لا يوقف معاك انت شنو غادي دير هشام؟ تحاول تكالمي على وجه ديك الوالده وداك الشيء الله يسهل عليك. ما كاين لا شوف، ما كاين شنو الوالده حتى هي يمشيو يجيبوها يديوها للحبس، لا ما كاينش المشكل. الوالده حتى هي يمشيو يجيبوها يديوها للحبس، لا ما كاينش المشكل. عيدكم مبارك سعيد بالصحه والسلامه وطول العمر وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، وتحياتي لكم من مونتريال.
نقول لك ما كاين لا برد لا قلاوي، ما كاينش، كلشي ولاد القحاب وكلشي مزنطرف في كلشي دابا سالينا فهمتيني. مابقاش كلهم ولاد القحاب. ندخل للزام لبوهم في ولادهم وفي عيالاتهم وفي الخواض لداخل. الله يسهل ولاد القحاب فهمتيني، هذوك ولاد عاهرات كلهم. تقبل الله منا ومنكم، وتحياتي لكم من مونتريال.